السلام عليكم متابعي باب المعرفة. امرأة يهودية تستهزئ بعيد الأضحى أمام آلاف المسلمين. انظر ماذا حدث لها، معجزة كبيرة سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تعليق يحكى أنه كانت هناك امرأة ذو نفوذ وكانت تملك الكثير من المال، ولكنها كانت يهودية وتكره كلمة الإسلام والمسلمين. لتبرم صفقة إحدى شركاتها برفقة سكرتيرتها الخاصة، وبالصدفة كان ذلك الوقت في أيام عيد الأضحى. وكانت عندما أتمت الصفقة أخذت تتجول بسيارتها الفاخرة مع سكرتيرتها، فإذا بها في الأسواق ممتلئة بالخرفان في أي مكان ذهبت إليه. فسألت ما هذا الهرج وكثرة الخرفان في كل الأسواق؟ فقيل لها أنه موسم عيد الأضحى، والمسلمين في كل سنة يحتفلون بيوم يسمى عيد الأضحى المبارك، ويذبح خروف في كل بيت من بيوت المسلمين. فقالت بكل استهزاء: إذن يجب أن أشتري خروفا لأصبح مسلما. وضحكت ضحكة هستيرية، ثم ذهبت إلى الفندق الذي تقيم فيه. وفي صباح اليوم التالي لهذه الواقعة، عندما كانت تتناول هذه المرأة إفطارها وتتصفح إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت إعلانا مكتوبا فيه أن إحدى النساء المسلمات التي قد توفي عنها زوجها وعندها أولاد أيتام تبحث عن من يتكلف لها بشراء كبش العيد، لأنها لا تقدر على الشراء بحكم أنها أرملة. فاستهزأت هذه المرأة مرة أخرى ونادت سكرتيرتها الخاصة وقالت لها: اذهبي واشتري خروفا كبيرا واشتري كثير من ملابس الأطفال وخذيهم إلى هذا العنوان الموجود في هذه الصفحة، واعطي كل هذه الأشياء لهذه المرأة. تلك المرأة التي كتبت هذا الإعلان، وعندما تسألك من الذي تبرع لك بكل هذه الأشياء، قولي لها أن المتبرع هو الشيطان شخصيا. وقالت لها: خذي معك الكاميرا وصوري ردة فعلها، فإذا قبلت بالكبش والملابس فإنني سأنشر هذا الفيديو على اليوتيوب وسوف أشوه سمعة الإسلام والمسلمين. ففعلت السكرتيرة ما قالت لها واشترت الخروف والملابس، وأخذت معها الكاميرا وذهبت إلى بيت المرأة المسلمة وطرقت الباب وبدأت بالتصوير. ففتحت المرأة الباب وقالت لها السكرتيرة: هل أنت من وضع الإعلان في هذا الموقع بأنك تبحثين عن من يتكلف لك بشراء كبش العيد؟ قالت المرأة: نعم. فقالت لها السكرتيرة: خذي فإن هذا الكبش لك وهذه الملابس لأولادك. ففرحت المرأة فرحا كبيرا، والصدمة كانت أن السكرتيرة انتظرت طويلا لتسألها تلك المرأة الفقيرة من الذي تبرع بكل هذا، ولكن المرأة لم تسألها، وكانت تنظر إلى السماء وتشكر الله على هذه النعمة الكبيرة. فقالت السكرتيرة للمرأة وهي متعجبة: هل أنت مجنون أم ماذا؟ عوضا أن تشكريني وتسأليني من الذي تبرع لك بكل هذا، تنظرين إلى السماء وتشكرين الله. فقالت المرأة وهي مبتسمة: لم أسأل عن المتبرع، بل أشكر الله عز وجل، لأن الله إذا أراد أن يرزقني فسيسخر لي حتى الشياطين لتخدمني. ففاضت عين السكرتيرة بالبكاء وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأوقفت تسجيل الفيديو وذهبت إلى اليهودية وأعطتها الكاميرا واستقالت وهي تبكي. وذهبت فتعجبت المرأة اليهودية وفتحت الكاميرا لتشاهد التسجيل، فلم تكمل التسجيل حتى فاضت عيناها من البكاء، وهي أيضا نطقت الشهادتين ودخلت الإسلام. فاتصلت بالسكرتيرة لتخبرها بأنها دخلت الإسلام واشترت لفقراء تلك المنطقة خرفان العيد، واشترت هي أيضا خروفا ليكون أول عيد لها بعد دخولها الإسلام. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.